لا 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 يا جدعان، لا. التليفون ده مش طبيعي. يعني ده تقول عليه لابتوب، تقول عليه كمبيوتر، زي ما تقول قول. هلا بالشباب. على فكرة أنا عامل معاكو مجهود وطاقة حوار، مش مقصر معاكو. يعني لا اتأخرت. وفي مفاجأة كمان، الفيديو النهاردة مش على ايفون، عشان انا عارف ان انتوا زهقتوا من الايفون، وفي ناس غير مقتدرة ماليا ان هي تشتري ايفون، فنزلنا بقى بالسعر كده ايه، 10-15 ألف جنيه، عشان نعرف نتكلم مع الناس اللي هو ايه، بتوع الفئة المتوسطة، وهم اصلا بيحبوا التليفونات دي. فتليفون النهاردة مش طبيعي، وزي ما قلت لكم مش من شركة ابل، فيعني انا مظبطكم. وكمان بقى مفاجأة اكتر، التليفون لسه منزلش مصر، فلما ينزل مصر هتبقى انت اول واحد عارف كل حاجة عن التليفون ده. فتقدير المجهود الجميل ده بقى ايه، لايك كده وشير وسبسكرايب، عشان احبك وتحبني ايه، وتبقى في علاقة كده أبدية بإذن الله. هسيبكم بقى مع الفيديو، مش هطول عليكم أكتر من كده، عشان نشوف الدبابة اللي هتنزل لنا مصر قريب. أولا يا شباب، التليفون ده هو المي 12 تي برو. هنخش في الشاشة على طول، علشان بس ايه ما نطولش عليكم كده. الشاشة اللي بتيجي ب6.67 بمعدل بكسلات 446 بكسل لكل انش. الشاشة دي بتيجي بدقة 1220 في 2712 بكسل، يعني ما يقارب ال 2K. والشاشة دي فيها مميزات كتير يا راجل بقى ما تعدش. خد عندك، بتدعم الدولبي فيجن، وبتدعم ال 120 هرتز، يعني عشاق بابجي وكول اوف ديوتي وفورتنايت. التليفون ده طيارة، ما بيعصلكش. والشاشة دي بتيجي من نوع أموليد، وبتدعم 88 مليار لون. فبقول لك على حاجة، والله انت مش هتصدقني، وبقول لك تاني والله مش هتصدقني. بس عايز اقول لك ان شاشة التليفون ده احسن من شاشة اللاب اللي ورايا ده، اللي مطلع ميتيني. انا عارف ان انت مش هتصدقني، بس دي حقيقة. يعني الشاشة دي لا يعلى عليها يعني بصراحة. وكمان الشاشة دي بتوصل لحد اقصى 1200 شمعة، يعني حتى تحت اشعة الشمس مش هيأثر معاك في اي حاجة. يعني بص، مفيش، هو جاي متكامل من كل حتة. يعني شاشة أموليد على طبقة حماية، فيها مميزات HDR10 بلس والدولبي فيجن والنايت مود و120 هرتز. يعني بص، مش مخليك محروم من حاجة. لحد الاستحواذ بتاع الشاشة اللي جاي ب86.5% من مساحة التليفون كله. يعني لو عايز تتفرج على أفلام يا راجل اتفرج، خلاص هو كده. فرجة على أفلام قشطة، لعب قشطة، أي حاجة معاك دايس يا معلم. وده بينقلنا لنقطة المعالج، اللي ما ينفعش ناخد معالج أداؤه متوسط أو حتى قليل مع الشاشة الجبارة دي. والمعالج في التليفون ده بيجي من شركة كوالكوم، من نوع سناب دراجون 8 جين 1 بلس. لا، هو انت مستني اقول لك ايه بقى؟ يعني مستني اقول لك ايه على المعالج ده؟ ده اقوى معالج من شركة كوالكوم يا كابتن. يعني مش عارف والله. اقوى معالج من شركة كوالكوم. التليفون ده بيجي مع نسخة 8 جيجا رام، ونسخة تانية 12 جيجا رام. انت متخيل يعني ايه 12 جيجا رام؟ يعني يا راجل افتح اي ابلكيشنز براحتك، وحطها في الخلفية وسيبها. يعني بص، انساها، انا اللي بقول لك انساها. هتعمل ايه اصلا ب 12 جيجا بايت رام؟ يعني هتعمل ايه ب 12 جيجا بايت رام؟ ده انا معايا 4 جيجا رام بتنك بيهم على البشر. انت هتعمل ايه ب 12 جيجا رام؟ يعني ويا ريت بقى مثلا الرام جايه بايه، اللي هو حاجات قليله كده. لا، دي جايه من نوع DDR5، يعني اقوى رامات في العالم. يعني بقول لك الجهاز امكانياته اقوى من اللابتوب بتاعي. التليفون ده بيجي بمعالج رسوميات ادرينو 730،
والمعالج ده ثماني النواة بتقنية ال4 نانومتر، فهيوفر لك جدا جدا في الطاقة. يعني حتى الشحن هتنساه يا أخي، يعني يا راجل ده مش تليفون ده يا جدعان، يعني ده مش تليفون. انتوا جايبين لنا ايه؟ يعني الواحد كده يستغنى بقى عن الكمبيوتر واللابتوب ويروح يشتري بقى التليفون ده؟ ما ده اللي ناقص بقى يعني. ده اللي ناقص 12 رام، احسن معالج من شركة كوالكوم. ما علينا. التليفون ده هيشغل لك ببجي لحد 60 فريم بير سكند على الجرافيك اتش دي ار، وحتى لو عملتها سموث فبرضه هتشتغل 60 فريم. ولكن ده إن دل على شيء فمش هيدل على ضعف المعالج ولا ضعف الشاشة ولا أي حاجة من الحاجات الهبلة اللي جت في دماغك دي دلوقتي. ولكن ده لسه المعالج ما توافقش مع التحديثات بتاعة اللعبة، وده شغل مبرمجين ملناش دعوة احنا بيه، ما نفهمش احنا في الحاجات دي. ولكن كده كده المعالج ده يستحمل، ويستحمل أكتر من كده ب20-30 ضعف مثلا. المعالج ده هيديك أداء من 3-4 سنين لحد 6 سنين مرتاح، مش هيأثر معاك في أي حاجة. وحتى لو أثر فأنت مش هتتأثر، يعني أنت فاهم حاجة؟ يعني شكلك فاهم يا نص. هو من قوة المعالج، لو هو أثر معاك أنت مش هتحس إن المعالج رخم والدنيا بطيئة معاك وبتاع. لا خالص يا باشا. ده طبعا بينقلنا لنقطة الشحن والبطارية عشان تعرف تلعب طبعا. وهنا بطارية التليفون بتيجي ب5000 ملي أمبير مع شحن بتوصل ل120 واط. يعني انت متخيل؟ وجاي معاه الشاحن في العلبة، عشان بس ايه؟ شركة ايفون بتحب تتحنيك وتقول لك روح اشتري الشاحن عشان البيئة هتبوظ من الشاحن. لا، ده مع الشاحن في العلبة ال120 واط. حرفيا التليفون ممكن يشحن من 0 ل100% في أقل من نص ساعة. انت بتسيب تليفونك أقل من نص ساعة يشحن من 0 ل100%. أنا مشوفتش كده يا جدعان والله. يا عم روح اقفل الفيديو يا عم. يا عم خد يا عم، تعالى يا عم. انت صدقت؟ ده انا كنت عايزك تعمل لايك بس كده وسبسكرايب في القناة، عشان لقيت ان في 89% من اللي بيتفرجوا على القناة مش مشتركين في القناة اصلا. يعني انتوا يا شباب لو كلكم كده مشتركين عندي في القناة كان زماننا دلوقتي يعني تقال جدا في البلد والله. بس هنقول ايه؟ محدش بياخد اكتر من نصيبه عند ربنا يعني. عم عادي يا عم. المهم بقى نروح لايه؟ للكاميرات. الكاميرات الخلفية. التليفون ده بيجي ب3 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة، حاول بقى ايه تستوعب الرقم عشان هو ايه ممكن يخضك شوية، ممكن تكون ما عداش عليك أصلا قبل كده. التليفون ده الكاميرا الأساسية بتاعته بتيجي بدقة 200 ميجا بكسل. يا سلام، 200 ميجا بكسل. عند ربنا تاني. بيجي ب 200 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الأساسية مع مستشعر OIS. الكاميرا دي بتيجي بفتحة عدسة f1.7، هتاخد منها صور ولا أحلى ولا أروع حرفيا. والكاميرا التانية الخلفية بتيجي بدقة 8 ميجا بكسل وهي مسؤولة عن الوايد أنجل. والكاميرا دي بتيجي بفتحة عدسة f2.2. أما عن الكاميرا المسؤولة عن الماكرو والتصوير القريب فهي بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4. بصراحة أنا مش عارف إيه لازمة الكاميرا دي، بس هما بيحبوا يحطوا كاميرات زيادة وخلاص في أي حاجة. هي كاميرا ملهاش لازمة بس في ناس يعني بتحبها. إحنا ما دخلناش جوه دماغ كل واحد حر. بس عامة الكاميرات دي يعني هتعمل لك كل اللي أنت عايزه، صبح ليل شغالة معاك.
التليفون ده بيصور فيديو 8K. عايز واحدة بس بعد إذنكم، بس خلاص. التليفون ده بيصور فيديو لحد جودة 8K 24 فريم في الثانية، وبيصور 4K 60 فريم في الثانية. يعني في كاميرات أصلا ما بتصورش كده، كاميرات يعني انت جايب كاميرا ما بتصورش التصوير ده، ما بتحاولش توصل للدقة دي أساسا. فعادي يعني التليفون إمكانياته نازلة متواضعة جدا للناس اللي هي عايزة حاجات بسيطة كده بس. أما عن الكاميرا الأمامية في التليفون ده فهي بتيجي بدقة 20 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2، والكاميرا دي واقعية جدا وهتديك صور كويسة جدا. الناس اللي فاكراني فوالله لأ، فعلا التليفون إمكانياته خارقة، والأرقام هي اللي بتتكلم. يعني الأرقام هي اللي بتتكلم عن التليفون، ولما التليفون ينزل مصر هتشوفوه. والناس حاليا اللي وصل في الدول عندها التليفون ممكن يكتبوا لنا تجربة أحد زملائهم مثلا ولا أقاربهم اللي معاه التليفون أو اشتراه يعني. بس الكاميرا دي الأمامية يعني بتصور لحد 1080 60 فريم في الثانية فيديو. طبعا هيقدم لك أداء مرضي جدا في الإضاءة اللي هي إيه يعني، ولا منخفضة ولا عالية، هيقدم لك حاجة مرضية كده ترضيك يعني. وبيصور نايت مود وبتصور بورتريه برضو، فكاميرا فيها كل حاجة يعني حرفيا برضو. التليفون ده نازل بأندرويد 12 مع واجهة شاومي ميو اي 13. الواجهة دي اتحسنت كتير، هتخلي المعالج مع الرامات الدنيا اوبتمايز شوية، فمش هتحس بلاج مع 120 هرتز. فالتليفون يعني بص هيديك كل حاجة انت عايزها حرفيا، مش هتشتكي منه دلوقتي خالص. 4 سنين على الأقل على ما تبدأ تحس إن التليفون يعني بدأ أداؤه يقل معاك. مشكلة التليفون ده إنه بيجي بخامات تصنيع من البلاستيك. هو أي نعم دي مش مشكلة كبيرة، ولكن أنا بالنسبة لي دي مشكلة. يعني أنت حطيت كل حاجة، أنا عارف إن السعر المفروض يعني يبقى أعلى من كده الضعف اللي أنت تسمعوه في الآخر على الإمكانيات دي طبعا، ولكن أنا متعود من شاومي إن هي بتحط التليفونات بخامات تصنيع ولا أحسن ولا أروع من كده بصراحة. على طول التليفونات بتاعتها بتيجي بخامات تصنيع نظيفة جدا ومحترمة جدا، ولكن التليفون من البلاستيك النظيف يعني، أو أنت هتحس الملمس بتاعه كده مش بلاستيك خالص، ولا اللي هو بيتخربش بسرعة ولا الحاجات المعفنة دي، لأ خالص، خامات تصنيع محترمة جدا. ومش هتحس ان انت ماسك تليفون رخيص كده، لا التليفون ماسكته بريميوم برضو، ومش هيأثر معاك في اي حاجة. في النهاية عايز اقولك ان التليفون ده بيدعم مستشعر الجيروسكوب ومستشعر التسارع ومستشعر التقارب والبوصلة ومستشعر البصمة اللي بيجي طبعا اسفل الشاشة، لانها شاشة اموليد والبصمة سريعة جدا جدا. يعني مش هتحاول تعلق معاك اصلا. طبعا التليفون ما بيدعمش ال3.5 ملي امبير للأسف، وما بيدعمش راديو اف ام، والتليفون ده بيجي بسماعات ستيريو سبيكر. ده يعني التليفون بصراحة برشحه لأي حد عايز يشتري تليفون قوي عشان ألعاب أو كده، أو حتى عايز يشتري التليفون علشان خاطر يصور، أو عايز يشتري التليفون لأي حاجة. والله أنت تروح تشتري التليفون ده كده كده يعني، برشحه لأي حد يا جدعان يعني هو مفهوش حاجة ناقصة عشان مرشحوش لحد. بس طبعا اللي ما بيحبش شركة شاومي واخد عنها فكرة زبالة من زمان براحته يعني، مش هنقوله
روح اشتريه بالعافية يعني. ولكن الواجهة اتحسنت كتير عن واجهة الميو اي 12، والدنيا بقت افضل كتير واحسن كتير، فمش هتحس بلاج في السيستم والسوفت وير بتاع شاومي زي الاول. بس يا معلم، دي كانت مراجعتي المتواضعة جدا جدا عن التليفون. وزي ما قلت لكم التليفون لسه منزلش مصر، نزل في الاتحاد الأوروبي، يعني دول الاتحاد الأوروبي. معرفش إذا كان وصل الخليج دلوقتي، بيتباع في الخليج ولا لأ، ولكن أعتقد إن هو حاليا في الخليج كله، لأنه موجود بالفعل في الإمارات. وأخيرا سعر التليفون ده هيكون موجود في مصر بحوالي 15,000 جنيه مصري. اللي حابب يشتريه من دبي، يعني معرفش هو حاليا هيبدأ ينزل امتى في مصر بالظبط، ولكن هو حاليا موجود في الأسواق في دبي. فاللي حابب يشتريه من دبي برضو يكلمني، وهنعرف نوصل ان احنا نجيبه من بره وهو هنا عادي، يعني ما فيهاش مشكلة. بس كده، دي كانت كل حاجة. سلام.